صمام الأمان، من الجبل إلى قصر الرئاسة، البيشمركة، الرئيس. لقبه العراقيون بصمام أمان العراق، وأنصاره بالسياسي الذي لا يخشى تغيير مساره. ولقبه الكرد بثعلب السياسة، وعرف عنه بخفة ظله وسرده للنكات. المام جلال الطالباني. دليني كل كركو أتوان آقري بابا كرداب مجنوا برام خيالي الخوا نتوي كرد نتوي جيزنو ديكو شركول ندرا وهدا كردك بابي كركوك شاري كردستانا. ولد الزعيم الكردي جلال الطالباني في 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1933 في قرية جلجان التابعة لقضاء كويسنجق في كردستان العراق. أمضى شبابه في النضال من أجل توحيد الشعب الكردي الذي يتوزع في العراق، تركيا، سوريا وإيران. درس القانون في جامعة بغداد، وكان معروفا بدهائه وبراعته في العمل السياسي. انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى بارزاني، وبدأ نضاله السياسي عبر انتفاضة الكرد الأولى، انتفاضة أيلول عام 1961 ضد الحكومة العراقية آنذاك. وفي منتصف الستينات بدأت الخلافات تظهر بين السياسي والمفكر الكردي البارز إبراهيم أحمد وبين الزعيم الكردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الراحل الملا مصطفى البارزاني. أصبح المام جلال جزءا من كتلة إبراهيم أحمد والد عقيلته هيرو خان، وانشق عن الديمقراطي الكردستاني. وبعد نكسة عام 1975 التي سميت باتفاق الجزائر بين العراق وإيران حول قضية شط العرب، أدار الشاه إيران ظهره للثورة الكردية وأوقف الدعم، مما أجبر المقاتلين الكرد بترك السلاح والتوجه إلى إيران. سرعان ما برز اسم المام جلال مرة أخرى، وأسس في العاصمة دمشق مع عدد آخر من رفاقه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بدعم من الرئيس السوري حافظ الأسد آنذاك، وحمل السلاح وطالب بالحكم الذاتي للشعب الكردي. وجاءت الفرصة الذهبية للمقاتلين الكرد بعد حرب الخليج الثانية التي غيرت الكثير على الأرض، بما في ذلك الحياة السياسية في كردستان العراق. نجح القادة الكرد بطرد النظام العراقي من كافة المناطق الكردية في العراق بتأسيس ما يشبه الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية حينها، بعد انتفاضة 1991. وبات هذا الحكم قانونيا بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003. في تلك الفترة كان المام جلال الطالباني والكاك مسعود البارزاني اتفقا على وضع خلافاتهما جانبا، وانتخب طالباني رئيسا للعراق وبارزاني رئيسا لكردستان. ويعتبر المام جلال من أهم أساس الكرد الذين أقاموا علاقات قوية مع رؤساء وشخصيات غربية وأوروبية وحتى عربية. كان يجيد التحدث بالعربية، الفارسية، الفرنسية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغته الأم بلهجتيها الصورانية الكرمانجية. لديه ولدان هما قباد، يشغل حاليا منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وبافل الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. عانى طالباني متاعب صحية في السنوات الأخيرة، وتلقى علاجا خارج العراق، وأمضى آخر فترات علاجه في ألمانيا، وتوقف قلبه في عام 2017 عن عمر ناهز 84 عاما، وجاء وفاته قبيل الإعلان عن نتائج استفتاء إقليم كردستان
حول الانفصال عن جمهورية العراق.